بالأمس القريب كانت الجبال والرمال تجتاح هذه المنطقة. الرئيس عدى من هنا، كلمة بنسمعها في كل الأماكن، ويمكن لما كنا مع الناس ومع المسؤولين في المكان قالوا الرئيس عدى من هنا. ايه الرئيس عدى من هنا؟ الرئيس عدى من المكان دوت وأصبحت منارة علم، وأصبحت من أرقى الجامعات وأجمل الجامعات على مستوى الوطن العربي بل على العالم. جامعة الجلالة زي ما قلت لكم كان الظلام بيسود في المنطقة، كانت الجبال تتصدر المشهد. الجلالة أو منتجع الجلالة أو جامعة الجلالة أو مدينة الجلالة، سميها زي ما أنت عايز، كلها مسميات لمضمون واحد. تبعد عن سطح البحر ب 690 متر. مكان حتة كده قطعة من قطع يمكن اللؤلؤ اللي موجودة في الفترة الأخيرة، ويمكن ده نتاج مجهود الدولة المصرية في الفترة الأخيرة. جامعة الجلالة لها اهتمام كبير جدا. جامعة الجلالة بيدرس فيها أمريكان، جامعة الجلالة بيدرس فيها عرب، جامعة الجلالة بيدرس فيها ابن الفقير وابن الغني. جامعة الجلالة أصبحت منارة تعليمية. لما كنا في قلب الجامعة واحنا مع فريق العمل كان المشهد حاجة تدعو للفخر، للعزة وللكرامة. بجد احنا مشينا طريق طويل عشان نوصل للمكان ده. لما تكون انت بتمشي في طريق طويل ومشوار طويل عشان النهارده يكلل مجهودك بالنجاح، بترجع مبتسم في النهاية. احنا ابتسمنا وضحكنا وكنا سعداء جدا واحنا موجودين وسط أسرة جامعة الجلالة. جامعة الجلالة يقودها قيادة شبابية وأحد القيادات التعليمية المتميزة له تجارب دولية وعلمية، وهو أحد القيادات اللي أنا بقول عليها دايما منارة للتعليم ومنارة للقيادة الشبابية القادمة. معنا شخصية اليوم ومعنا لقاء مع أحد القيادات وهو رئيس جامعة الجلالة الأستاذ الدكتور محمد الشناوي. بقول للمصريين انا هوريكم جامعه مش موجوده الا في مصر، عشان الناس اللي بتحلم بالتعليم. لا، احنا مش هنسيب حاجه نقدر نعملها الا لما هنعملها وهنعملها كويس. ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. صدق اللي هتشوفه بعينيك، في البلد دي لسه فيه وفيه دنيا تانية حلوة بتناديك. بصوا شوفوا مصر عاملة ايه، ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. معنا أعرق الجامعات الحديثة الموجودة على الساحة التعليمية والبحث العلمي، لها ثورات وجولات، عندها قيادة تنفيذية وعندها رئيس جامعة بروح شبابية.
معنا اليوم الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعه الجلاله. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بيكم منورين جامعه الجلاله. عايزين نعرف مشاهدي طبعا قناه القاهره وبرنامج حدوته مصريه مين الدكتور محمد الشناوي. انا محمد الشناوي، انا استاذ جراحه في كليه طب جامعه عين شمس واستاذ في جامعه ميريلاند في الولايات المتحده الامريكيه، وشرفت ان انا كنت مستشار وزير التعليم العالي، وحاليا ورئيس المبادره للشراكه في اجل المتوسط. دي شراكه مصر داخله فيها مع 19 دوله والحمد لله بتعمل فيها انجازات. وحاليا انا اشرف ان انا رئيس جامعه الجلاله من سنه 22. طيب زي ما خدنا نبذه تعريفيه عن الدكتور محمد الشناوي، اكيد ناخد نبذه تعليميه او نبذه عن جامعه الجلاله. ده الاهم. جامعه الجلاله هي جامعه من الجامعات اللي احنا بنفتخر فيها. فخامه الرئيس في مقوله من المقولات قال انا هوريكم جامعه مش موجوده غير في مصر. والحمد لله نتمنى ان تكون هذه هي جامعه الجلاله. جامعه الجلاله هي جامعه حكوميه اهليه انشئت بالقرار الجمهوري رقم 436 سنه 2020. تقع على 175 فدان، فيها 16 مجال ب 48 برنامج. نفتخر بنوعيه البرامج. هي القصه مش قصه اسماء فقط، ولكن طريقه تدريس. عندنا كل الكليات الطبيه، عندنا كليه طب الاسنان، علاج طبيعي، تمريض. عندنا كمان الهندسه والكمبيوتر ساينس والبيزنس والميديا والارتس والعلوم، يعني كليات كتيره قوي. البرامج بتاعتنا متميزه جدا. نفتخر ان احنا كنا من واحده من اوائل الجامعات اللي بتربط فعلا الطالب بسوق العمل وبتديله المهارات المطلوبه لسوق العمل كمان. ودي حاجه هنتكلم فيها باكتر. عندنا شراكات دوليه كتيره قوي، اهمها شراكه استراتيجيه مميزه مع جامعه اريزونا ستيت في الولايات المتحده، وهي الجامعه رقم 1 في الابتكار في الولايات المتحده، واحده من احسن 100 جامعه على مستوى العالم. ودي كان يعني باشراف وتعليمات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان عندنا شراكه مع جامعه هيروشيما، وشراكه مع عده جامعات اخرى، ولكن مع جامعه هيروشيما برضو شراكه مميزه لان عندنا 15 استاذ من جامعه هيروشيما بيدرسوا معانا في مجالات مختلفه. دكتور محمد الشناوي، عايزين ما اهم الكليات اللي هي موجوده في جامعه الجلاله. جامعه الجلاله تتميز ان بتنوع الكليات اللي فيها، من كليات طب اسنان، علاج طبيعي، صيدله، تمريض، علوم تطبيقيه صحيه، الهندسه، الارتس والميديا، البيزنس، كليه العلوم، الكمبيوتر ساينس. الكليات دي كلها كليات فعلا مميزه، ولكن تتميز اكتر بنوعيه البرامج. عندنا برامج في الارتفيشال انتليجنس، في النانو تكنولوجي، البايو تكنولوجي، الجيولوجي، البايو انفورماتكس، الميديا برودكشن. الحاجات دي كلها بقت مطلوبه في السوق. وحتى كمان مش مجرد الاسماء، ولكن ازاي احنا بندرب الولاد، بنعلمهم. وانا دايما بقول كلمه، احنا مش بنطلع طالب لسوق العمل، لا احنا بنطلع منتج مختلف، منتج جاهز فعلا ان هو يشرفنا في سوق العمل، يبقى فاهم سوق العمل محتاج ايه، المهارات المطلوبه في سوق العمل، المهارات كمان المطلوبه في البحث العلمي، بحيث ان احنا فعلا بنتغير شكل التعليم العالي مش بس في مصر ولكن في المنطقه كلها. عايزين نعرف ترتيب جامعه الجلاله في الابحاث العلميه على مستوى الجامعات. زي ما عارفين احنا عارفين ان في ترتيب للجامعات. هل جامعه الجلاله اقتحمت الترتيبات العالميه او الافريقيه او العربيه؟ الحمد لله. طبعا احنا لسه دي السنه الرابعه بتاعتنا، ولكن الحمد لله في اقل من الاربع سنوات احنا مطلعين اكتر من 700 بحث على مستوى العالم. 700 بحث دول الميزه بتاعتهم ان هم اكتر من 60% منهم بشراكات مع جامعات على مستوى العالم، داخلين في اكتر من 20 مشروع بحثي ممولين يا اما داخليا من اكاديميه البحث العلمي او من صندوق من الاس تي دي اف، او ممول من عده يعني جهات داخل مصر، وفي كمان حاجات مموله من خارج مصر. ودي حاجه مهمه جدا، ان الاساتذه بتوعنا كان حاجه بالنسبه لهم من الحاجات المهمه جدا ان احنا نخش في هذه الشراكات. كمان احنا شغالين دلوقتي على لجنه على الابحاث بتاعتنا، وشغالين على البوست جراديوت ستاديز او اللي هي الماجستير والدكتوراه، بحيث ان احنا نكون ان شاء الله واحده من اوائل الجامعات اللي بتقدم الدراسات دي. زي ما انت عارف حضرتك طبعا في اهتمام كبير جدا من رئيس الجمهوريه بالجامعات المصريه والابحاث العلميه. اكيد طبعا البحث العلمي له مكانه ثانيه خالص في جامعه الجلاله في ظل اهتمام السيد الرئيس بجامعه الجلاله كواقع الجامعات المصريه. عايزين نعرف الابحاث العلميه
وربط كلمه صنع في مصر. طبعا دي حاجه احنا نفتخر بيها ومهمه جدا بالنسبه لنا، وفخامه الرئيس مهتم جدا بالقصه دي، والحكايه دي باينه قوي الايام دي. ولكن كمان احنا رابطين نفسنا بالاستراتيجيه اللي اعلنها معالي الوزير ايمن عاشور في مارس 23 للبحث العلمي وللتعليم العالي في مصر. ومن اهمها ازاي انك انت بتربط الجامعات بالصناعات المحليه في مصر. وده اللي احنا بننفذه، ان احنا ابتدينا ان احنا دايما بنتواصل مع عده شركات، مع بنوك، مع سوق العمل الحقيقي، وبنشوف ايه مشاكلهم، وابقى انا الظهير بتاعه العلمي. وزي ما حضرتك بتقول كده، لان انا لما ابقى انا الظهير في البحث العلمي وبشارك معاه، انا فعلا باكد بيتنسي وبتطلع ابتكار من عندك. ده معناه انك انت فعلا بترتقي بالبحث العلمي. احنا دايما مصر من اوائل الدول على فكره في البحث العلمي. مصر عندها اكتر من 37 الف بحث على مستوى العالم، واحنا واحده من احسن 24 دوله في البحث العلمي. عندنا حاجه احنا بنحاول نشتغل عليها، ان احنا ازاي بقى نحول البحث العلمي ده لفعلا تكنولوجي جاهز يفيد المجتمع. وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه حاليا في جامعه الجلاله، ودي توجيهات من فخامه الرئيس طبعا ومن معالي الوزير الدكتور ايمن عاشور. يمكن جامعه الجلاله تاني برضه هقولها لك، ولان انا بقولها وانا بفتخر ان احنا شايفين صرح علمي تعليمي كبير جدا. التطور التكنولوجي طبعا موجود دلوقتي في جميع دول العالم. مصر بتواكب الحدث، التحويل الرقمي، التحويل الالكتروني. مصر اصبحت دوله تكنولوجيا. اهتمام الجامعه لخدمه الطلاب لتصديرهم لسوق العمل بالتطوير التكنولوجي، شايفها ازاي؟ طبعا كلام حضرتك مهم جدا، لان التحول الرقمي عندنا في الجامعه كان من اوائل، لان احنا فعلا واحده من الجامعات الحديثه ومن الفورث جنريشن او جامعات الجيل الرابع. فكل حاجه مميكنه داخل الجامعه، من اللي الطلبه بتستخدمه SIS LMS، الحاجات الورقيه دي كلها بنميكنها ومميكنه من البدايه. في بعض الحاجات بنشتغل عليها كمان، ولكن الدوله استثمرت مليارات من الجنيهات في الجامعه علشان التحول الرقمي، ودي كانت حاجه مهمه جدا. احنا عندنا الحمد لله اكتر من 8600 طالب، وده رقم احنا نفتخر بيه. فالطلبه دول احنا لازم نكون بنجهزهم ويكونوا جاهزين. فالقصه مش مجرد انا بدرس له حاجات، لكن في تدريس وفي حاجه اسمها سوفت سكيلز. دي حاجه من الحاجات اللي احنا فعلا بنتميز فيها في جامعه الجلاله. يمكن كلام حضرتك قلت يعني انت قلت كلمه جميله جدا للساده المشاهدين. احنا بنطلع منتج لسوق العمل. هل المنتج ده بيبقى فيه اعباء طبعا لتوصيل المنتج ده لسوق العمل؟ هل النهارده الجامعه عندها المبادرات والحلول لتأهيله خلال دورات تدريبيه، دورات تثقيفيه، في ربط ما بينكم وبين الجامعات الخارجيه بتبادل الخبرات؟ طبعا دي حاجه من الحاجات المهمه جدا، لان الولاد احنا السنه دي ان شاء الله اول دفعه تتخرج من بعض الكليات زي التمريض والعلوم التطبيقيه الصحيه والعلوم والبيزنس والميديا والفنون. فدول اول منتج خارج من الجامعه، ولكن احنا اشتغلنا طول الاربع سنين ان احنا نديهم المهارات المطلوبه. كان عندنا تبادل لخبرات كتيره جدا مع جامعات مختلفه. عندنا طلبه سافروا كذا دوله، طلبه سافروا انجلترا، سافروا جنوب افريقيا، رومانيا، اليابان، اندونيسيا. عندنا تبادل كتير جدا مع جامعه اريزونا، ودي الشراكه اللي احنا بنفتخر بيها. احنا مع جامعه اريزونا، احنا كلمه باورد باي اريزونا ستيت دي مش مجرد ان احنا بندي شهادات مشتركه، احنا بندي حاليا 12 شهاده ما بيننا وما بين جامعه اريزونا. يعني الطالب بدل ما يسافر لامريكا بيقعد في مصر وبيدرس نفس اللي كان هيدرسه في امريكا، اكيد وبياخد ده نفس بيعود الشهاده. بالنفع يا دكتور عليه طبعا ان هو تواجده داخل بلده ووطنه. طبعا بتوفر يعني. الولاد لما بيسافروا نادرا لما بيرجعوا تاني، فاحنا بنديهم نفس الشهاده. حاليا 12 برنامج، ان شاء الله نوصل ل 40 برنامج معاهم. ولكن القصه مش واقفه هنا بس. جامعه اريزونا هي الشريك الاستراتيجي لجامعه الجلاله، بمعنى تدريب اعضاء التدريس، تبادل الطلاب، الابحاث اللي احنا بنعملها، الماركتنج اللي احنا بنعمله، حتى الهيراركي بتاعنا. فده احنا بننقل خبرات الجامعه رقم واحد في الابتكار في الولايات المتحده، بنجيبها هنا داخل مصر. ودي حاجه مهمه جدا وبنفتخر بيها. وهم الشراكه دي ممضيه لاكثر من 20 سنه، واحنا بنفتخر بيها وهم كمان بيفتخروا بيها. لما رئيس الجامعه مايكل كرو جه وزارنا، كان فعلا وهو جامعه كبيره انبهر فعلا بالانجاز اللي بيتم في جامعه الجلاله. الحمد لله. عايزين نعرف الخطط المستقبليه لجامعه الجلاله، طبعا في ظل الرؤيه اللي انت شايفها، او رؤيه الوزاره او رؤيه الرئاسه اللي حطها لتطوير التعليم والبحث العلمي. الخطط المستقبليه ايه؟ عندنا خطط كتيره جدا وشغالين عليها. اولا ان احنا نخرج الولاد، المنتج بتاعنا زي ما احنا بنقول يكون فعلا قادر ان هو يقتحم سوق العمل. الابحاث بتاعتنا
انها تكون ماشيه مع استراتيجيه الدوله واستراتيجيه التعليم العالي ورؤيه مصر 2030. بنتوسع كمان في السكن بتاعنا. احنا يوم ما ابتدينا كان عندنا 500 سرير للطلبه، ولكن حاليا احنا بنوفر اكتر من 3200 سرير داخل وخارج اسوار جامعه الجلاله. الجامعه ابتدت تخرج لمدينه الجلاله الحمد لله. يعني مدينه الجلاله حاليا فيها اكتر من 9500 نسمه غير ال 8600 طالب، في كمان اكتر من 500 عضو هيئه تدريس وساده اداريين موجودين، ده غير الناس اللي بتيجي وبتروح، فبقت مدينه فعلا. دي حاجه من الحاجات. بنشتغل على الانوفيشن هاب بتاعنا، وعندنا ربط قوي جدا ما بين الانوفيشن هاب وسوق العمل وما بين الصناعه، وده حاجه من الحاجات اللي احنا مهتمين بيها. الدراسات العليا حاجه من اللي احنا عايزين شغالين عليها اوريدي، واللائحه بتاعتها هتخرج قريبا. فكل الحاجات دي، البرامج الجديده اللي احنا بنضيفها، كل دي عندنا حاجات. المستشفى بتاعتنا احنا شغالين عليها كويس قوي انها تبتدي، ودي اكتر من 600 سرير. فقاعه المؤتمرات اشتغلت، وكان عندنا اول مؤتمر لطب الاسنان كان فيها في سبتمبر، وشرفنا بزيارات من قيادات في الدوله، وكان حاجه نفتخر بيها. فكل دي عندنا خطط مستقبليه للجامعه، بحيث ان احنا فعلا ان شاء الله قريبا جدا هتلاقوا جامعه الجلاله واحده من موديل للجامعات، مش بس الاهليه ولكن الجامعات في المنطقه كلها. دكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، عايزين نعرف أهم وأبرز الشخصيات اللي هي كانت يعني متواجدة وكانت عندها الحب اللي هي تكون موجودة في زيارة لجامعة الجلالة. لا احنا نفتخر طبعا، يعني فخامه الرئيس هو عدى من قدام الجامعه وكان بيزور الرئيس عدى من هنا، يعني عدى من هنا لما عدى من هنا يبقى في نجاح. خلاص طبعا. وكان بيزور مدينه الجلاله، وشرفنا طبعا بزياره من معالي الوزير دكتور ايمن عاشور في اسبوع شباب الجامعات، وكان زياره نفتخر بيها. زياره من معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار اللي كان وزير التعليم العالي وحاليا وزير الصحه، برضو زياره نفتخر بيها. سفراء كثيرين. معالي الوزير الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس الامناء، وهو فعلا مدينا دعم عالي جدا. نفتخر ان كان اول رئيس لمجلس الامناء المهندس شريف اسماعيل رحمه الله عليه رئيس وزراء مصر، وجه وزاره الجامعه، حاجه برضو نفتخر بيها. سفراء كثر جم وزارونا من البرتغال، من سفراء اليابان، سفير الياباني، سفراء من عدة دول من جنوب من أفريقيا برضو جم وزارونا، مستشارين ثقافيين كتير جم وزاروا. لا أنا مش عايز أنسى حد، ولكن فعلا شخصيات عامة كتيرة جدا. كان لسه عندنا نفتخر ان لجنة القطاع بتاعة القطاع الهندسي كانت موجودة عندنا بقيادة الدكتور محمد شعيرة أستاذنا كلنا طبعا، وكان عندنا برضو زيارة لجنة قطاع الأسنان. فالحمد لله كان عندنا وفد من شباب من روسيا في تبادل الزيارات دايما، ونفتخر بالعلاقة الاستراتيجية ما بيننا وما بين وزارة الشباب والرياضة ومعالي الوزير أشرف صبحي. زيارة برضو من شباب من كوريا الجنوبية. فالحمد لله الجامعة شيء نفتخر به، ومد أوصال التعاون مع وزارات كتيرة جدا، مع مؤسسات، مع شركات. فحاجة فعلا نفتخر بيها في جامعة الجلالة. هي جامعة الجلالة أصبحت محطة أنظار الجميع، وبدأت في رؤية من كل وسائل الإعلام وكل الشعب المصري بيسمع يعني إيه جامعة الجلالة. فإحنا النهاردة بنقدم جامعة الجلالة في حضور رئيس الجامعة. عايزين نعرف حضرتك مبادرة الشراكة والبحث العلمي والابتكار كان هدفها الأساسي طبعا عندك برؤيتك كرئيس جامعة، رؤيتك كرئيس مجلس أمناء الجامعة، وأنت المكلف طبعا بتوصيل البحث العلمي وتطوير الشراكة، شايفها إزاي؟ لا احنا بالنسبة لنا الشراكة دي كانت حاجة من الحاجات اللي مهمة جدا بالنسبة لمصر، والشراكات مصر مهتمة جدا بالأبحاث بتاعتها بالشراكة مع عدة دول. المبادرة دي من 2018 وهي شغالة، ومصر بتفتخر انها مع ايطاليا هي رئيس المبادرة دي. في تمويل كتير جدا لأبحاث، في أكتر من 80 بروجكت شغالين مع دول عدة، فيها 19 دولة على مستوى المتوسط. مصر يعني دورها عالي جدا في الحتة دي، وربط الأبحاث بالصناعة وبسوق العمل وبالإنوفيشن حاجة بنهتم بيها وبنفتخر بيها. عملنا لها كذا انفو سيشنز موجودة في مصر في جامعة الجلالة وعدة جامعات أخرى. والحمد لله الدعم اللي جاي من معالي الوزير عالي جدا، ومشاركة كمان الباحثين المصريين فيها يدل على فعلا ان الابحاث والبحث العلمي في مصر متجه في الاتجاه الصحيح، وماشي حسب الاستراتيجية اللي احنا نفتخر كلنا بيها ان احنا عارفينها وفاهمينها، وبنحاول ان احنا نوصل لها ب 2030. مصر دولة
يجب ان الناس تفهم مفيش دوله في العالم كان سنه 2014 فيها 50 جامعه، 2023 عندها 96 جامعه. عايزين نتكلم عن منح التفوق. اكيد بعد ده كله بيكلل مجهوده بمنح التفوق. منح التفوق عايزين نشوفها في جامعه الجلاله، او عايزين نعرف ايه دور منح التفوق في جامعه الجلاله. انا بشكر حضرتك على السؤال ده، لان الناس افتكرت الدوله لما تدخلت وبنت الجامعات الاهليه انها بنت الجامعات دي للقادرين فقط، ولكن لا. لما حضرتك تبص على المصروفات بتاعت جامعه الجلاله وتقارنها باي مصروفات اخرى فهي فعلا مقبوله جدا، والفئه المتوسطه في الشعب تقدر عليها. ولكن احنا ما وقفناش هنا، احنا قلنا كمان ان الطلبه المتفوقين لازم يكون ليهم منح. احنا اكتر من 10% من الطلبه بتوعنا واخدين منح تفوق. عندنا كمان منح البحث او هنقول السوشيال ريسبونسابيلتي بتاعتنا، اللي هي الدعم لو في اي حد حصلت له ظروف او مش قادر ان هو يكمل مصاريف، لا قدرنا ان احنا مع مؤسسات وطنيه ومع عده بنوك ان احنا نقدم لهم الدعم الاجتماعي ده للطلبه بتوعنا. فالحمد لله ما فيش طالب دخل الجامعه ويتقال له لا انت مش هتقدر تكمل تعليمك علشان انت مش قادر تدفع المصاريف. قدرنا نتغلب على هذا ونفتخر بهذا، والجامعه بتقدم اكتر من 40 مليون جنيه سنويا كدعم للطلبه بتوعها في عده صور، كمنح دراسيه، كمنح دعم اجتماعي، حاجه نفتخر بيها الحمد لله في جامعه الجلاله. اكيد شفنا في المرحله الاخيره او في السنوات الاخيره مبادره حياه كريمه، مبادره 100 مليون صحه، مبادره القضاء على فيروس سي، مبادرات رئاسيه اكيد طبعا شارك فيها جميع المؤسسات الدوله. جامعه الجلاله كانت فين من الحاجات دي؟ طبعا دي على راس اولوياتنا ومشاركتنا في الخدمه المجتمعيه، حاجه مهمه جدا. نظمنا عده قوافل طبيه بالتعاون مع سياده اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وعضو مجلس الامناء، اللي احنا مش عارف نشكره ازاي على الدعم دايما اللي بيقدمه لجامعه الجلاله، ولكن بنشترك فيه مع محافظ بورسعيد، شغالين كمان في حاجات مع العاصمه الاداريه، حتى مع المجلس الاعلى للجامعات الاهليه. احنا مستحيل نشتغل لوحدنا، لازم نكون في داخل المنظومه ونشوف المنظومه متجهه فين وبنمشي حسب الاستراتيجيه والرؤيه اللي موضوعه للدوله. فطبعا مشاركتنا المجتمعيه كانت حاجه مهمه جدا. كمان احنا كنا واحده من اوائل الجامعات اللي يبقى عندها محطه للطاقه الشمسيه، وان شاء الله قريبا هنعلن عن افتتاحها، ونتمنى تشريف معالي الوزير، لان ده شيء نفتخر بيه جدا في جامعه الجلاله. جامعه الجلاله زي ما قلت ولن اقول هي فخر لكل المصريين، وزي ما الرئيس قال عندنا جامعه محترمه، عندنا رئيس جامعه محترم جدا وبشكرك بجد، حاجه محترمه. عايزين نعرف دورك كرئيس جامعه في موضوع اصحاب الهمم. شايف بسم الله ما شاء الله تصميم الجامعه يعني توفير سبل التحرك والراحه لاصحاب واخواتنا من اصحاب ذوي الهمم. هو تيم الجامعه على فكره، احنا عباره عن تيم بيشتغل مع بعض، يعني تيم من رئيس الجامعه والساده النواب والامين وكل الاساتذه الموجودين والساده الاداريين، تيم وورك فاهم هو عايز يوصل لايه،
ودي حاجه من الحاجات بالنسبه للطلبه ذوي الهمم، دي حاجه من الحاجات اللي احنا فخورين بيها، لان احنا عندنا اكتر من 20 طالب من ذوي الهمم، عندنا مكتب لذوي الهمم مهتم بيهم جدا، كلهم واخدين منح. كنا من اوائل الجامعات اللي واخده اكتر من 10 منح من المعونه الامريكيه للطلبه بتوعنا ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه. وعندنا الطلبه بتوعنا كمان بيساعدوهم، وتشوف تعامل الطلبه مع زملائهم ازاي ان هم مهتمين بيهم وبيوفروا لهم كل حاجه بنفتخر بيها جدا، لان ده فعلا هو المجتمع المصري اللي احنا بنبص عليه. حاجه كمان من الحاجات المهمه كمان، الطلبه دول بيقبضوا مرتب اللي هم بيساعدوا زمايلهم، وعندي اكتر من 300 طالب بيشتغلوا جوه الجامعه في عده يعني ديبارتمنتس مختلفه، بيقدم السي في بتاعه وبيتم مقابلته، والطالب بيشتغل وبيقبض مرتب في اخر الشهر. فده يدل على شيء احنا فعلا بنجهز ولادنا من دي زيرو علشان سوق العمل. دكتور محمد الشناوي طبعا سعدنا النهارده بوجودنا النهارده في جامعه الجلاله وباسره برنامج حدوته مصريه وفريق العمل كلها. طبعا احنا بنشكرك على الانجازات اللي موجوده والمشهد الاكثر رائع. طبعا بنحييك وبنقول لك بالتوفيق ان شاء الله انت وفريق عملك واسره عملك، ان احنا شايفين اسره عمل على قلب رجل واحد. بنحييك ان شاء الله والافضل ان شاء الله. تقول ايه بقى يعني كلمه اخيره؟ كلمه اخيره، انا بشكر كل فريق العمل الموجود داخل جامعه الجلاله، لان ده مش انجاز شخص ولكن بالعكس ده انجاز فريق عمل كامل متكامل، عارف ان قدامه هدف بيوصل له. اشكر مجلس الامناء اللي بييسر كل حاجه وبيسخر وقته عطاء بلا حدود للجامعه وكل الخبرات اللي معانا. اشكر وزاره التعليم العالي ومعالي الوزير على تذليل كل العقبات، وان دايما هم في ظهرنا. كل الناس دي بتشتغل وشايفه هدف قدامها، وان شاء الله هنصل ليه. واهم حاجه كمان بشكر الطلبه بتوعنا، لان الطلبه دول امنوا ان هم في جامعه الجلاله هيبقى عندهم تعليم مختلف، والحمد لله اعتقد ان ده واضح جدا من الطلبه. ولو انتوا اتمنى ان حضراتكم تلفوا داخل الجامعه وتتكلموا معاهم بكل حريه، هتشوفوا فعلا جيل وشباب نفتخر بيها في مصر.